عجين أصفر ومقطع بزيت الزيتون مدهون ومشبع مدور مش مربع، مرسم على وجهه ومبرقع، منقوش ومحفر بإيدين ستي مزبط. ضمن نشاطات جروب نكهة عربية، جروب بيهتم بتوثيق أكلاتنا العربية على الفيسبوك. اليوم بدنا نروح على بلاد الشام لحتى نعمل خبز إقراص العيد. لخبز العيد بدنا طحين، شومر، ينسون، سمسم، حبة البركة، سكر، محلب، مستكة، كركم، مية وزيت وحليب. وبدنا قالب لخبز العيد مثل هذا القالب، بيكون مرات بلاستيك أو خشب بزينة معينة، محفور ومنقوش عليه. خلطت المواد الجافة، هون اليانسون والشومر بطحنوا خشن عشان أضيفه للخلط. هون المستكة بطحنها مع شوية سكر حتى تنعم. نعجنه بالحليب، المية وزيت الزيتون. العجينة انعجنت ممتازة، اتركها ترتاح. بدنا على وجهه شوية زيت ونتركه يرتاح ساعتين. قطعته دوائر، اتركه يرتاح، رشي شوية زيت وبعدين على العجينة على شو محلها. تكبروا العجين كبروا، بس أنا بدي أعملهم أقراص صغيرة. خلصت التنقيش، أتركهم يرتاحوا وأغطيهم بنايلون ربع ساعة نص ساعة، وبعدين نخبزهم على نار حامية. ما شاء الله بلش قاعهم يحمر، ننزلهم تحت مشيين ينشوا. بعد ما ينخبز وهو سخن على السريع ندهنه بزيت زيتون.